يا مساء الخير عليكم، مرحب بكم في قناتي قناة المخرج البير أنطون. الريل النهارده هكون بتكلم فيه عن المونولوجين اللي احنا هنقدمهم في التقديم للمعهد العالي للفنون المسرحية. طبعا الدكاترة بيفضلوا ان احنا نجيب مسرحيات تكون مكتوبة، هو ده بيفضل، بلاش مسرحيات تكون اتعرضت في التلفزيون. ده لكذا سبب. اولا لازم طبعا نبقى عارفين ان احنا لازم نكون بنبذل مجهود، بندور على كتب، نكون قارئين جيدين، فما يبقاش احنا شفنا مشهد كده وخلاص او مسرحيه في تلفزيون ونبتدي نقلدها. غير كده ان احنا مش هنعرف نعمل نفس الاداء اللي كانوا بيأدوه الممثلين. فمن الافضل ان احنا نبتدي ندور على مسرحيات مكتوبه سواء باللغه العاميه او باللغه العربيه. نجيبها منين؟ هنلاقيها في مكتبات كتيره، لو مش لاقينا او سعرها غالي ممكن ننزل عند سور الأسبكية اللي هو في العتبة ونبتدي ندور على كتب مستعملة فيها مسرحيات. هنلاقي سواء كتب لمسرحيات عالمية مترجمة أو لمسرحيات باللغة العامية، فنركز جدا في الحتة دي إن احنا على قد ما نقدر نجيب مسرحيات تكون مكتوبة. هسيب لكم لينك للتشانل بتاعتي تحت، فيها أكتر من حلقة بتكلم فيها بالتفصيل عن اختبارات المعهد وعن المشاكل اللي ممكن تواجهنا. وبالتوفيق لكم جميعا. شكرا. سلام.